السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد. والفيديو ده انا هاخدكم معايا جولة في اليوم بتاعي في الجامعة هنا في تركيا. اول حاجة طبعا بصحى الصبح بشرب مقدار مياه كبير جدا، وباخد الفيتامينات بتاعتي عشان التمرين والتغذية والحاجات اللي انا بعملها دي كلها. دي طبعا الأوضة بتاعتنا، والأوضة دي احنا قاعدين فيها اتنين في شقة فيها أوضتين وصالة ومطبخ. قاعدين في كل أوضة شخصين. والشقة يعتبر رخيصة شوية مقارنة بالأسعار الحالية. إيجار الشقة دي للشخص الواحد في الشقة 750 ليرة. الفواتير طبعا احنا اللي بندفعها. دلوقتي هحضر وجبة الفطار بتاعتي، أول وجبة ليا في اليوم. نشوف الوجبة دلوقتي مع بعض بتتكون من ايه. طبعا الأيام عندي بتكون مختلفة، مش كل الأيام واحد. في أيام على حسب المحاضرات، طبعا بتكون محاضرات الصبح بدري، في محاضرات متأخر. فهنشوف النهاردة بس نحضر ايه مع بعض كده وجبة الفطار. طبعا معظم الوجبات بتكون وجبات صحية. آه، موضوع الفيتامينات أو الوجبات أو الناس حتى اللي في تركيا نفسهم وعايزين يعني بيجهزوا مثلا أو بيتمرنوا أو حاجات من دي. ممكن يبعتولي أو يكتبوا في التعليقات مثلا اللي هم الحاجات اللي عايزين يعرفوها عن الجيم هنا في تركيا، وأنا أعمل لكم فيديو عن كل المنتجات هنا، وإزاي حتى كمان تقدروا توفروا في الفلوس عن طريق الجيم والتمرين والتغذية والحاجات دي كلها. يعني تقدروا تشتروا أي حاجة بسعر أرخص من الحاجات اللي انتوا بتشتروها بيها. فنشوف مع بعض دلوقتي بس الوجبة بتاعتنا ونكمل باقي الفيديو. طيب يا شباب، أنا عندي أول وجبة دلوقتي هتكون رز، يعني من 150 ل 200 جرام رز. طيب يا شباب، دلوقتي هسخن الرز أول حاجة. مفيش طبعا ميكرويف، لأن أنا هنا قاعد في بيت مع خمس لا 4 شباب تانيين. مفيش يعني اللي هو ايه مجال للميكرويف. بص، حتى البوتاجاز خرا، انا ما كنتش رافعه كده. طيب يا شباب، رجعت لكم تاني بعد ما جهزت اول وجبه في اليوم بتاعي النهارده. وهي عباره عن زي ما قلت لكم كده 3 بيضات و3 بيضات كاملين و200 جرام رز. الوجبه كويسه جدا طبعا. في حاجات لازم تعرفوها، وهي ان الرز لما يكون بايت بيكون افضل بكتير جدا من ان انت تعمله في نفس اليوم وتاكله. ليه بقى؟ فلو عايزين تعرفوا الليات بتاعت الحاجات اللي انتوا هتشوفوها النهارده دي، فتقولوا لي بقى وانا اعمل لكم فيديو عن عن الجيم وكده والحاجات دي كلها، لو في حد مهتم يعني. آه واعمل لكم فيديو عن كل حاجه يعني. طبعا انا بحط هنا ملح الهيمالايا برضو. وجبه بسيطه جدا، وزي ما انتوا شفتوا في الفيديو طبعا الامكانيات بسيطه جدا، لان انا لسه دلوقتي طالب وساكن في سكن طلاب. فالفكرة ان احنا في السكن كتير جدا، يعني احنا في السكن 5 مع بعض. فالعدد كبير طبعا، فالمطبخ او الاماكن اللي هي المشتركة تمام بيكون الموضوع صعب يعني. فالخمسة مش كلهم متفقين، فاهم يعني؟ مش كلهم مثلا ايه، مش بيكونوا كلهم نفس الفكر ونفس العقلية. فانت مش بتجبر حد على حاجة. فلازم برضو عشان انت هتيجي طبعا وتقعد في غربة، او حتى لو في مصر برضو ما انت بتقعد مع طلاب تانيين. فالفكرة فين؟ الفكرة ان ده الوضع بتاع الحياة الطلابية. فانت بقى ايه، هم 4 سنين فاهم، هتعديهم بالشكل ده. ف يعني ممكن مثلا ايه، هيكونوا شوية مقرفين شوية تمام. مش مقرفين بسبب الجامعة، هيكونوا مقرفين بسبب العالم اللي انت بتشوفها، فاهم؟ لكن هتمشيهم يعني، مفيش مشكلة. نضرب بقى الوجبة بتاعتنا بقى ونقول بسم الله. جامدة.
طيب يا شباب، دلوقتي انا خلصت فطار ودلوقتي هروح اجهز للجامعه وهطلع جري على الجامعه لان عندي محاضره الساعه 9 اصلا، ودلوقتي غالبا الساعه 9 ونص. فربنا يستر يعني. والدكتوره اصلا يعني بص، الدكتوره بتشرح من ورق هي كاتباه بقالها 15 سنه بتشرح منه، ما بتغيرهوش، ما حافظوش حاجه في دماغها اصلا. لو بتحل مساله بتبص على الورقه برضو، لو نسيت كلمه او حرف بتبص على او رقم بتبص على المساله برضو في الورق تاني برضو، ما فهماش حاجه اصلا. تمام، لكن بتيجي في الغياب وتقول لك لا، تيجي من المحاضره الاولى. طيب خدت الغياب في المحاضره الاولى، مشيت في المحاضره التانيه تيجي تنادي على اسمك، لو انت مش موجود تكتبك غياب تاني. شفت بقى؟ فربنا يعيننا برضو على على الحاجات اللي زي كده. فانا هطلع دلوقتي اجهز واطلع جري على المحاضرة بتاعتنا النهاردة، ونكمل باقي الفيديو بتاعنا في الجامعة، واشوفكم في الجامعة. يلا بينا. بصوا يا شباب، ده طبعا المنظر بعد شروق الشمس، وهكذا المنظر من مدينة بيلاجيك التي أقيم فيها في تركيا. منظر جميل يا جدعان، لكن برضو مش أجمل حاجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دلوقتي هجهز للجامعة وهطلع مباشرة ألحق المحاضرة الأولى بتاعتنا في اليوم بتاعنا النهاردة، لأن غالبا اتأخرت كتير جدا عن المحاضرة أصلا. فيلا بينا نشوف الجامعة والشوارع في تركيا والدنيا كلها ماشية ازاي. طبعا للمعلومة، أنا بروح الجامعة ما باخدش معايا لا دفتر ولا شنطة ولا قلم حتى ولا أي حاجة خالص، ومعظم الطلاب اللي معانا نفس الوضع ده كده. الناس الدحيحة بقى ايه يعني؟ احنا ما بنعملش زيكم يا صاحبي. دلوقتي خرجت من البيت وهطلع مباشرة على الدلمش اللي احنا بنركبه عشان يوصلنا الجامعة. الدلمش ده هو حاجة زي السيرفيس كده، حاجة صغيرة جدا طبعا، مش باص لأن المدينة اللي احنا فيها قلتها أكتر من مرة في أكتر من فيديو، هي عبارة عن قرية أو مدينة مصغرة. لكن طبعا هنا في تركيا في كل مدينة جامعة. ركبت دلوقتي، ده الدلمش بتاعنا، ركبت جنب السواق طبعا. وسعر الدلمش ده 11 ليرة، غالية طبعا عشان المسافة قصيرة جدا جدا. وصلت للجامعة دلوقتي وبندخل الجامعة بالكارت بتاع الطالب، بسيط جدا. بنخش نحط الكارت كده نخش على طول. ودي الجامعة بتاعتنا طبعا من بره. نخش دلوقتي نجري نلحق المحاضرة بتاعتنا. ده كده مهندس ليك فاكولتي، يعني اللي هو مبنى الهندسة. طبعا أول ما بندخل كده كاتبين لنا هوش جالدنس، فاللي هو مرحبا بكم في هندسة يعني، مرحبا بكم في الجحيم. نخش دلوقتي نلحق الدكتور لأن الباب اتقفل. المحاضرة دي إلكترومagnetic ألان، يعني المجالات المغناطيسية. ده أنا طبعا، وده الأوتفيت بتاع الجامعة. إيه رأيكم يا جدعان؟ أوتفيت جامد لو عايز. ده طبعا المكان اللي احنا بناخد فيه المولة بتاعتنا او الاستراحة بتاعتنا. افتكرت الكلمة، هي استراحة مش فسحة. تمام، هي بتكون ربع ساعة كده. ده المكان طبعا بيبقى في مدخل المبنى. ده شكلي انا في المحاضرة طبعا، حاطط السماعة وقاعد في اخر مقعد وعادي، لان عارف اخر الدكتورة فاهم، فهي الدكتورة اخرها كده. البت البت بص بيعمل ايه؟ كله بقى من الضحك، الصف الاولاني والصف اللي ورا، اقسم بالله العظيم عليك بقى وحياتي. احنا اخدنا المولة التانية اللي هي الاستراحة التانية، وفي الاستراحة التانية جيت الكانتين، اللي هو الكانتين طبعا بالعربي. وده طبعا وضع المحاضرة بتاعتنا. مش كده هيتقبلوا عنا يا اسطى. وده طبعا صاحب أسامة برضو نفس الموضوع كده، مدي طناش للجامعة خالص ومدي طناش للمحاضرة أصلا والدكتورة، وقاعد بيكلم حبيبته في الفصل. خرجنا دلوقتي من أول محاضرة وهنروح على طول مباشرة عشان ناكل الغدا بتاعنا في الجامعة. ده طبعا المطعم بتاع الجامعة من بره، ودلوقتي بنخش المطعم بتاع الجامعة بالكارت الطالب برضو. الدخول بيكون بيكلف علينا 15 ليرة. الأكل ده كله طبعا ب15 ليرة فقط. كان أرخص من كده بكتير جدا، لكن الحمد لله برضه، الحمد لله مفيش أي مشاكل خالص، عادي عادي. بعد ما خلصت أكل في الجامعة صاحب أسامة مشي، وأنا جيت لوحدي المكتبة عشان أقعد أذاكر شوية وأوريك برضه المكتبة بتاعة الجامعة. دي المكتبة بتاعة الجامعة، ليها أكتر من قسم. ده القسم السفلي، فالقسم ده موجود فيه كتب وموجود فيه أماكن للمذاكرة برضو، يعني موجود فيه كل حاجة. طبعا في المكتبة بنكون سيسيز يعني
الصوت مفيش خالص يعني، ساكت على الآخر. بتذاكر في دماغك، فاهم؟ ما تطلعش صوت، ما ينفعش. ده طبعا القسم اللي هو في الدور التاني، ده برضو بيكون فيه مكتبة وبيكون فيه أماكن للمذاكرة. وطبعا في القسم السفلي ده بيكون شغال 7/24، يعني 24 ساعة، 7 أيام كلهم في الأسبوع. دي طبعا غرف مذاكرة للمجموعات، أقل حاجة لازم يكونوا 4 طلاب عشان يقدروا ياخدوا الغرفة دي ويذاكروا فيها مع بعضهم، مفيش أي مشاكل خالص، ومجانية طبعا كل الحاجات دي كلها. ده طبعا المكان اللي بنذاكر فيه، وده أنا وبذاكر. ودي سرعة الإنترنت عندنا في المكتبة أو في الجامعة كلها عامة. الجامعة كلها في كل مكان متغطية بالإنترنت، مفيش مكان مفيهوش إنترنت. ودي سرعة الإنترنت عندنا، سرعة سريعة جدا جدا. دي في التحميل بس، يعني أنا ما بوريكمش السرعة الأساسية. بعد ما خلصت شوية مذاكرة كده، جيت عشان أصلي صلاة العصر. وده مسجد الفتيات وده مسجد الشباب، فهنخش مسجد الشباب ونصلي العصر وبعدين نشوف الفيديو معانا مع بعض. ده طبعا منظر الجامعة كلها من المسجد بتاع المكتبة. في كل قسم موجود مسجد، يعني في كل مبنى موجود مسجد، مفيش مبنى مفيهوش مسجد هنا. بالإضافة إلى إن بيكون في كل جامعة كمان مسجد كبير جدا للجامعة. بعد ما خلصت من المكتبة، جيت دلوقتي للملاعب بتاعة الجامعة والصالون بتاع الألعاب اللي في الجامعة. ده طبعا اللي هو الملعب أو الصالون بتاع الألعاب في الجامعة عندنا. موجود اللي هو البينج بونج، أو معرفش اسمه ايه كده، أو البتاع معرفش برضو ده اسمه التنس أو حاجة زي كده. فالحاجات دي يعني انا ماليش علاقه بالحاجات دي، انا راجل بتاع جيم بس، فما بعرفش الحاجات دي كلها يعني كويس. طبعا دلوقتي خلصت كل المحاضرات بتاعتي وكل شغلي في الجامعه وهمشي. وده طبعا المخروج عندنا بتاع الجامعه، حاطين العلم بتاع فلسطين وعلم تركيا، وكاتبين جمله كده جميله هترجمها لكم في الفيديو. ده اليوم بتاعنا في الجامعه، نشوف بقى اليوم بيمشي ازاي. دي المدينة بتاعتنا طبعا اللي احنا فيها، اللي هي اللي قلت لكم عليها قرية مستحدثة أو مدينة مصغرة يعني مثلا. طبعا عاملين اللي هو الجو بتاع رأس السنة ده و2024 والمعلم نويل والناس اللي فاهم انت الحاجات دي. طيب يا شباب، انا رجعت البيت من شوية كده، ريحت وبعدين دلوقتي هجهز عشان اروح الجيم. طبعا اليوم عادة ما بيكونش طويل بالطريقة دي، لأن النهاردة كان عندي محاضرتين، كان عندي معاينة مع دكتور الجامعة، فاليوم كان أطول النهاردة. يعني في الغالب بيكون عندي كل يوم محاضرة واحدة بس. ف يعني مفيش مشكلة، اليوم كان جميل جدا، خاصة إن الجو كان دافي شوية. والشمس كمان طالعة. وبعد ما خلصت تمرين رجعت البيت طبعا دلوقتي، وجهزت الوجبة بتاعتي. الوجبات دي كلها أنا اللي بجهزها بنفسي، ما بجيبهاش يعني، ما بجيبش أي حاجة خالص جاهزة. طبعا موضوع الطبخ أو تحضير الوجبات أو الأكل وكده، يعني زي ما انا قلت لكم في بداية الفيديو، لو اي حد مهتم يكتب لي في التعليقات وانا هشرح لكم كل حاجة. وحتى للناس المغتربة هعمل لكم وصفات اكل بسيطة جدا وسريعة، وازاي حتى تختصر الوقت في تحضير الوجبات وكده. للناس اللي بتشتغل مثلا وكده وما عندهاش وقت انها تجهز اكل يعني كل شوية. فانا بس رجعت من الجيم كده وخلاص، هاكل الوجبة بتاعتي اللي هي الرابعة بعد التمرين. ودلوقتي خدت دش كده وظبطت الدنيا خالص وهروح انام، وكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وحطوا لايك للفيديو، واكتبوا لي تعليقات برضو، قولوا لي فيها الفيديوهات اللي انتوا عايزين تشوفوها الفترة الجاية. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.